اهلا وسهلا بكل مشاهدي من كل مكان. القصة اللي معايا النهاردة مزعجة جدا. الفيديو ده زائد 18 سنة، وبقولها في اول الفيديو عشان محدش يسيب كومنت سلبي ويقول لي حرام عليك نشفت دمنا. فضلا وليس امرا تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو عندك تجربه جروب على الفيسبوك تجارب حقيقيه خش سيب تجربتك هتنزل في فيديو. اللوحه اللي قدامكم دي هي من اخطر اللوحات في العالم. اللوحه دي كانت عند حد اذته في بيته فاضطر ان هو بره مصر، الكلام ده مش في الوطن العربي، الكلام ده في امريكا واوروبا تقريبا بالظبط. وانا جايب لكم المعلومه دي من اخونا ليتشر الامريكي. طبعا كل القصه اللي هتتحكي من خلال اخونا ليتشر اللي القصه حصلت معاه اصلا. ليتشر قال: انا كنت من ضمن الناس اللي بتحب جدا المناظر الطبيعية، لدرجة اني اي صورة كانت بتعجبني وانا ماشي في الشارع في معرض حتى لو مش هشتريها كنت لازما ليا فضول ان انا اخش اجيب التفاصيل بتاعتها كلها واخرج له واقول له ما عجبتنيش مش مشكلة، اهم حاجة ان انا اجيب تفاصيل اللوحة اللي عجبتني. لحد ما جاني يوم من اسوأ ايام حياتي وراجع من شغلي ولقيت لوحة مرمية في باسكت زبالة، وانا شفت واللوحة انا كنت ماسكها من سلة الزبالة او الباسكت وعمال اقول مين الحيوان اللي يرمي العظمة الفنية دي في الزبالة كده؟ هو اللي رماكي، وبكلم في الصورة، هو اللي رماكي مش عارف المجهود اللي رسمك تعب فيك قد ايه؟ وبقت واقفه اكلم في الصوره بجنون وتهته بالكلام ومرعوب من الفرحه. صوره زي دي تمنها الشيء الفلاني. اضطريت ان انا اخد الصوره واخدها واخش جوه بيتي وما تعرفش اللي حصل لي بعديها. اول اسبوع دخلت اللوحة في بيتي كانت اول تجربة اسوأ ايام حياتي، لان اللي حصل معايا اللوحة قعدت 10 ايام مفيش اي شيء. فجأة اللوحة بالنهار طبيعية وبالليل بيظهر عليها صورة طفلين بيتحركوا وبيجروا، والست والرسمة يعني اللي في الصورة دي بتحاول بتمسكهم من البنطلونات الصغيرة بتاعتهم وبتحاول تشدهم، والولدين هم كمان شكلهم يخوف، لدرجة ان انا كنت بحس ان الكلام ده بعد ما كان بيحصل فوق اللوحة لا الكلام بقت يجيني في احلام، وانا بقيت شايفه على الحيطان في بيتي، واللوحة بقت شكلها غريب. وعلى فكرة كان في حاجة مخوفاني جدا ومكتفاني مخلياني فعلا ان انا مش قادر ان انا اخد اللوحة دي ارجعها مطرح ما جبتها او اتصرف بيها، لان كان في حاجة حيشاني مرعبة جدا. بعد كده الاطفال اللي بتجري والست اللي في اللوحه بتحاول تشدهم بداوا ان هم يمشوا في المنزل. بدا ان اشوف الاطفال اللي كان بيحصل في اللوحه بيحصل في مدخل بيتي، بدل ما الولد كان في صوره واكنه تلفزيون بتفرج عليه، لا حسيت ان المشاهد بقت واقعيه قدامي اصلا، وبقت شايف الحاجه دي بتحصل واكن دول اولادي ودي واحده ست انا جايبها تعذبهم مثلا في البيت، او مثلا شفت مرات الاب زي ما بيقولوا عند المصريين عندنا احنا. هو كده بقى لما انا مثلا اكون مثلا الشر بره عنه وبعيد ومراتي متوفيه وعندي ولدين واتجوزت ومراتي مثلا مش كويسه او ما حبتش اولادي بترخم عليهم بتاذيهم، واولادي مش طايقينها وعايزين يولعوا فيها او يجروا منها بس خايفين منها. هو ده اللي حصل معاه. بدا المواقف دي يشوفها عنده ببيته في قلب البيت اكنه ولاده قاعدين معاه. عايش ليتشر بيقول لي انا عشت اكتر من سنتين بموت لحد ما ربنا عفى عني. انا رحت اماكن كتير قوي عشان احل الموضوع ده، لاني مش قادر اخرج اللوحه من البيت لحد ما ربنا عفى عني. اللوحه دي انا رميتها ومعرفش بعد كده وصلت عندي مين، بس انا سمعت اكتر من قصه ان في لوح بتعمل الكلام ده، بس التجربه دي انا مريت بيها حقيقي.
ودي كانت نهاية قصة اخونا ليتشر مع اللوحة فضلا وليس امرا. لو انت وصلت معايا للفيديو لحد دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر جرس التنبيهات واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل ما هو جديد. احلى اخوات، مع السلامة. فضلا وليس امرا تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. ولو عندك تجربه على الفيسبوك، تجارب حقيقيه، خش سيب تجربتك هتنزل بفيديو.